اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهارده هنعمل مع بعض شال مستطيل بغرزة الصدفة. الغرزة بتاعتنا بتتعمل من تكرار سطرين بس، والشال بتاعنا اخد حوالي 650 جرام من الخيط. ان شاء الله الشال يعجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم. انا هشتغل بخيط هيمالايا افريداي سوبر لوكس، هو خيط انتي بيلينج، وهستخدم معاه ابرة رقم 4. هبدأ اعمل عقدة البداية، والغرزة بتاعتنا بتتعمل من مضاعفات العدد 6، وبعد كده هنزود غرزتين سلسلة زيادة. هبتدي ارتفع 96 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. انا اشتغلت 96 غرزة سلسلة زي ما احنا شايفين. فاضل ان انا ازود غرزتين سلسلة زيادة، وهبدأ على طول الغرزة بتاعتي. هبتدي ان انا اشتغل غرزة حشو في تاني غرزة سلسلة، يعني هسيب اول غرزة وهدخل في الغرزة التانية اشتغل غرزة حشو بالشكل ده. هسيب غرزتين، وفي التالتة هدخل اشتغل 5 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة اللي هي هنشتغل غرزة الصدفة دي كده. تاني عمود، التالت، الرابع، الخامس بالشكل ده كده. بعد كده هسيب غرزتين، وفي التالتة هدخل اشتغل حشو، وبعد كده هسيب غرزتين، وفي التالتة هدخل اشتغل 5 عمود بلفة في نفس الغرزة اللي هي غرزة الصدفة. ده كده تاني عمود، تالت، الرابع، الخامس بالشكل ده. وهبدأ بقى اكرر، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل حشو، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل 5 عمود بلفة في نفس الغرزة، 3 4 5 بالشكل ده. هسيب غرزتين وفي التالتة هدخل اشتغل حشو، وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت السطر كله بنفس الطريقة، واخر حاجة اشتغلتها غرزة الصدفة اللي هي 5 عمود بلفة في نفس الغرزة. هيتبقى معايا اخر 3 غرز، هدخل في الغرزة الثالثة والاخيرة اشتغل غرزة حشو. يبقى انا نهيت السطر بغرزة حشو زي ما انا ابتديته في البداية هنا بغرزة حشو زي ما احنا شايفين كده اهو. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان الغرزة بتاعتنا بتتعمل من تكرار سطرين. السطر التاني من تكرار الغرزة يعتبر هو السطر الاولاني، بس بنعمل الغرز عكس بعضها. يعني هنلاقي غرزة الصدفة في السطر التاني تبقى هنا في النص ما بين الغرزتين دول. واحنا كنا ابتدينا السطر الاولاني بغرزة حشو. السطر التاني هنبدأه ب3 سلاسل، فهرتفع 3 سلسلة. 3 سلسلة دول يعتبروا اول عمود بلفة، وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اللي هي غرزة الحشو اشتغل كمان 2 عمود بلفة. يبقى انا اشتغلت في اول غرزة يعتبر اشتغلت 3 عمود بلفة في نفس الغرزة اللي هي يعني تعتبر نص غرزة الصدفة. بعد كده هيقابلني غرزة الصدفة، هدخل في تالت غرزة سلسلة، يعني هسيب اول غرزتين وهدخل في الغرزة التالتة اشتغل حشو اللي هي الغرزة اللي في النص او العمود اللي في النص. بعد كده هسيب الغرزتين دول وهدخل عند غرزة الحشو بتاعة السطر اللي فات، هدخل اشتغل فيها 5 غرز عمود بلفة اللي هي غرزة الصدفة. ده كده 3 4 5 بالشكل ده. هسيب غرزتين وهدخل في التالتة اشتغل حشو، هسيب غرزتين وهدخل عند الغرزة التالتة او غرزة الحشو هشتغل فوقيها 5 عمود بلفة بالشكل ده كده. يعني هو السطر الاولاني، بس زي ما احنا شايفين كده الغرز الصدفة بتبقى عكس بعضها.
وهكمل كده بنفس الطريقة برضو لنهاية السطر. هسيب غرزتين وفي التالتة هدخل اشتغل حشو بالشكل ده كده. هسيب غرزتين وهدخل عند غرزة الحشو اشتغل 5 عمود بلفة في نفس الغرزة، 3 4 5 بالشكل ده كده، وهكمل كده لنهاية السطر. وانا نسيت اقول لكم ان طول السلاسل اللي احنا ابتديناها كانت حوالي 60 سنتي، يعني عرض الشال بتاعنا هيبقى 60 سنتي. انا هشتغل بقية السطر كده بنفس الطريقة وارجع انهي معاكم السطر. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر. اشتغلت عند غرزة الحشو 5 عمود بلفة، هسيب غرزتين وفي التالتة هدخل اشتغل حشو. بعد كده هسيب غرزتين وهدخل عند اخر غرزة اللي هي غرزة الحشو، هدخل اشتغل فيها 3 عمود بلفة زي ما انا ابتديت السطر برضو ب3 عمود بلفة. زي ما قلت لكم دي تعتبر نص غرزة صدفة. زي ما انا ابتديت السطر ب3 عمود بلفة هنهيه برضو ب3 عمود بلفة، وهبدأ بقى اكرر السطرين دول تاني. هبدأ السطر الاولاني هرتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. بعد كده هسيب الغرزتين دول وهدخل في غرزة الحشو اول غرزة، التالتة هشتغل 5 عمود بلفة في نفس الغرزة اللي هي غرزة الصدفة كده، 3 4 5 بالشكل ده. هسيب غرزتين وهدخل في التالتة اشتغل حشو، هيبقى ده كده شكلها. هشتغل كده بنفس الطريقة طبعا لغاية لما توصلي لارتفاع الشال المناسب. انا هشتغل كده واجي اوريكم الشال في النهاية بعد ما كمل، واقول لكم طوله قد ايه والعرض بتاعه كام سنتي. زي ما احنا شايفين كده ده شكل الشال بتاعنا، ودي الغرزة بتاعتنا من قريب. انا اشتغلت عرض الشال حوالي 60 سنتي وطوله 1.90 متر. زي ما احنا شايفين الشال بتاعنا غرزته سهلة وبسيطة. اتمنى ان الشال يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط عليكم. متنسوش لايكات كتير على الفيديو. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.